الشيخ البرعي مع عبد الرحيم حاج أحمد. الثالث في وجه القسمة: أما من ختم في الأسبوع مرة ويقسم القرآن 3 أسباع أحزاب، فقد حزب الصحابة رضي الله عنهم القرآن أحزابا. وروي أن عثمان رضي الله عنه كان يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى المائدة، وليلة السبت بالأنعام إلى هود، وليلة الأحد بيوسف إلى مريم، وليلة الاثنين بطه إلى طاسيم موسى وفرعون، وليلة الثلاثاء بالعنكبوت إلى صاد، وليلة الأربعاء بتنزيل إلى الرحمن، ويختم ليلة الخميس ليلة الأسباع كلها كان بيقرأ سيدنا عثمان رضي الله عنه. أما ابن مسعود فكان يقسمه أقساما لا على هذا الترتيب، وقيل أحزاب القرآن 7، فالحزب الأول 3 سور، والحزب الثاني 5 سور، والحزب الثالث 7 سور، والحزب الرابع 9 سور، والخامس 11 سورة، والسادس 13 سورة، والسابع المفصل من قاف إلى آخر القرآن. ده برضو قسموه السلف الصالح رضي الله عنهم، فهكذا حزبه الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يقرؤونه كذلك. وفيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل أن تعمل الأخماس والأعشار والأجزاء، فما سوى هذا محدث. يعني القراية الصحيحة اللي عليها الصحابة بالسور التي ذكرت الآن. أما الأحزاب والأعشار والأجزاء دي محدثة، قيل أن أحدثها الحجاج بن يوسف، لكن ما كانت في زمن الصحابة بالهيئة دي. الأول فما كما دي محدثة، لكن عليه السلف الصالح والصحابة هي التي ذكرت الآن. ديل 3 في الآداب. الرابع في الكتابة للقرآن ذاته. يستحب تحسين كتابة القرآن وتبيينه، ولا بأس بالنقط والعلامات الحمراء وغيرها، بأنها تزين وتبين، وصد عن الخطأ واللحن لمن يقرأه. يعني تكتب الصحف أو الكتب القرآنية بكتابة محسنة جميلة، ولا بأس بالنقط، لأنه زمن الصحابة ما كانوا منقط القرآن، كانوا يكتبوا بدون نقط، لأنهم فاهمين معناه وشنو. لأن النقط دي أسع ما جابوها إلا عشان دخلتنا العجمة. أنا دخلته عجمة اللغة العربية الغير عربية، أما الناس العرب كانوا يفهموا بغير نقط. قال: قد كان الحسن وابن سيرين ينكرون الأخماس والعواشر والأجزاء التي استحدثوها الناس دي، كانوا السلف الصالح ينكروها. يقول لي ما الرسول ما أمر بالسور دي لك المذكورات، السور التي ذكرت الآن. وروي عن الشعبي وإبراهيم كراهية النقط بالحمراء وأخذ الأجرة على ذلك. يعني كان السلف الصالح يكتبوا الكتب دي مجان للناس لأنها من الدين، حتى الأجرة على الصلاة دي كانوا يكرهوها. يعني ذولا من يصلي بالناس ما يقول لهم بتدوني كم وكذي، لأنها فرض عليهم. هي دي فرض عليهم، فكيف يأخذ عليها أجرة؟ لكن قالوا ما دام هو حبس نفسه عن العمل ونظم للناس، يكون مقابل الحبس نفسه عن العمل الشيء اللي أخذه ده ما على الصلاة ذات، لأن الصلاة ما بتأخذ عليها أجرة،
قل لا أسألكم عليه شو أجرا، لأن الدين ده كله لله تعالى. فقالوا كتابة القرآن ما بجوز لزول يكتبه عشان يبيعه. ها؟ وأخذ الأجر على ذلك. وكانوا يقولون جردوا القرآن، والظن بهؤلاء أنهم كرهوا فتح الباب خوفا من أن يؤدى إلى إحداث زيادات، وحسما للباب، وتشوقا إلى حراسة القرآن عما يطرق إليه تغييرا، وإذا لم يؤدي إلى محظور واستغر أمر الأمة فيه على ما يحصل به من مزيد معرفة فلا بأس به. يعني ده كان في صدر القرآن، في صدر الإسلام. أما لما استقر أمر الناس على الدين وفهم أن حاجة كل شيء في الدين معلوم بالضرورة، أن كل ذول واجب عليه الصلاة، واجب عليه تعليم القرآن، تحفيظ القرآن، كتابة القرآن، فلا بأس من يدو حاجة عشان لأنه حبس نفسه عن العمل في حالة كونه بيكتب للناس، فلا بأس به. ولا يمنع من ذلك كونه محدثا، وكم من محدث حسن، يعني في حاجات محدثة لكنها تكون حسنة، كما قيل في إقامة الجماعات، يعني الله أكبر الله أكبر دي في التراويح دي برضها إقامة للتراويح برضها محدثة، حدث سيدنا عمر بن الخطاب، وإنها بدعة حسنة. إنما البدعة المذمومة ما يصادم السنة القديمة، أي ما شيء أحدثه الناس يصادم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ده بيكون يعني فعله مذموم. أما ما لا يصادم السنة ده معناها، حتى قال السيد جلال الدين السيوطي قال ليس في ذكر الله بدعة أبدا، لو يذكر الله قيام وقعود وجالس وهكذا، وزي ذكر الصوفية ده قال أصل ذكر الله ما فيه بدعة. أما كثير من الناس يقول لك الشيء اللي بيسوي ده كله بدعة، أو يكاد يفضي إلى تغييرها. وبعضهم كان يقول أقرأ في المصحف المنقوط ولا أنقصه بنفسي، قال نقرأ فيه لكن ما أنقطه بنفسي، أما نقرأ فيه عشان أكون محفوظ من التغيير والتبديل ومن التحريف ومن اللحن. وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير كان القرآن مجردا في المصاحف، فأول ما أحدث فيه النقط على الباء والتاء، وقالوا لا بأس به فإنه نور له، كما أحدثوا بعده نقطا كبارا عنده منتهى الآية، عند كل منتهى آية بيعملوا نقطة كبيرة تبين أن الآية ده حدها، فقالوا لا بأس به يعرف به رأس الآية. ثم أحدثوا بعد ذلك الخواتم والفواتح. قال أبو بكر الهذلي سألت الحسن عن تنقيط المصاحف بالأحمر، قال لي بجوز ننقطه بالأحمر زي الشيء المحدث عندنا هسه. قال وما تنقيطه؟ قلت يعرفون الكاملة بالعربية. قال أما إعراب القرآن فلا بأس به. وقال خالد دخلت على ابن سيرين فرأيته يقرأ في مصحف منقوط، وقد كان يكره النقط. وقيل أن الحجاج هو الذي أحدث ذلك زي ما قدمنا هسه، وأحضر القراء حتى عدوا كلمات القرآن وحروفه وسواه أجزاء، وقسموه إلى 30 جزءا وإلى أقسام أخرى. يعني دي كلها من فعل الحجاج ابن يوسف الثقفي، هو اللي أحدث الأجزاء والأسباع وكذا، لأنهم عدوا جاب لما القراء كلهم قال لهم عدوا لي الحروف، فعدوا الحروف كلها وجعلوا بهذا الترتيب. وقفنا في الخامس الترتيب، نمرتنا 249. ربك أسلم أغرى معاني هذا المسلم، ذكر الله أذكر كل مسلم بحديث البخاري ومسلم ذكر الله. دروس الشيخ البرعي مع عبد الرحيم حاج أحمد.